فكر في واحد انت ممكن بتشوف اللي عنده كده وتقول هنبعد عن الحسد، لان الحسد ده هو هياكلك انت قبل ما ياكله. انا ما بتكلمش في الحسد، بس بتكلم في شخص ممكن انت كده بتشوفه وبتقول نفسي ابقى في المكان اللي هو فيه. شخص هنقولها بقى غبطه مش حسد. الفرق بينها وبين اللي قبلها في القدوات. القدوات ده شخص انت ما بتشوفوش اصلا، هو شخصيه ممكن اصلا شخصيه من زمان، حد كاتب كتاب وانت قريت كتابه، وشخصيه من زمان تعرف تاريخه يعني مات، شخص موجود في العصر اللي انت فيه بس صعب ان انت تشوفه يعني. انما الشخص بتغار منه ده ممكن زميلتك، ممكن واحده اكبر منك مثلا بدفعه او دفعتين، ممكن واحد اكبر منك، فشخص انت بتغبطه على اللي هو فيه ونفسك تبقى في مكانه عشان في قيمه مشتركه. ما تكتمش الشعور ده. حد يقول لك يا عم لا ابعد واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وده حاجه غلط. ماشي، انا مش بحسده، ربنا يبارك له في اللي عنده، بس نفس الحكايه انا عايز ادور على نفسي، انا عايز اعرف انا مين، ففي قيمه عندي مشتركه بيني وبينه. انا كوني ان انا اتمنيت ان انا ابقى في مكانه معناها ان في حاجه عندي اقدر اقدمها زي ما هو بيقدمها وممكن احسن. فلما تلاقي حد انت بتغار منه او بتغبطه على اللي هو فيه، بارك له الاول على اللي عنده، واجتهد بقى تعرف نفسك.